ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم الرغاي الزنان اللي مش بيبطل كلام يوسف شريف. حلقتنا النهاردة عن حاجة مختلفة شوية. هنرجع لسؤال قديم أوي، ممكن يكون أكتر سؤال بيتسأل لينا احنا كبني آدمين. انت مين؟ أو عرفني بنفسك كده. فيلا بينا، شج كرسيك أو افرد ظهرك على كنبتك أو رايح على البين باك بتاعك يا انتربرنور يا بتاع الستارت اب، كوباية الشاي بلبن أو النسكافيه كاكف واحد أو حتى كوباية القهوة. وأهلا بيكم يا بشوات ويا هوانم في حلقة جديدة. واحد اتنين تلاتة والحكاية والرواية. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل كل شيء تعالوا ندعي لإخواتنا عشان اللي بيحصل هناك. ربنا معاهم وينصرهم ويخفف عنهم ويرحم من كم استشهادوا منهم. ندخل في موضوع الحلقة. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ حاجة قبل ما نبدأ كده، اوكي مش هكون صريح معاكم برضه، انا شبه منطفي كده. مش الحكة بتاعت بقى اللي هو يا جماعة انا منطفي مش عارفة ايه بقى، فعلا فعلا بجد يعني اوكي بجد. انا مفيش طاقة ان انا اسجل خالص، لا مش الهبل ده. لكن الفكرة ان انا كنسلت حلقة كنت هعملها، ما طلعتش حلوة، ما عجبتنيش، يعني ما كنت سجلت الحمد لله. أنا لما بقول كنسلت يبقى انا ما كملتش السكريبت يعني. والحلقة اللي انا كنت هعملها بعديها ظلامية قوي وانا فيش حل الظلاميات جواكي، فعملت الحلقة دي يعني. هي كانت برضه هقول لكم حاجة، هي من بعيد قوي يعني. تعالوا نقول اللي جاني الفكرة، اوكي صديقي العزيز بول حسني. اوكي بقى ان هو مشارك تقريبا في 3 حلقات او 4 حلقات كمان في الحلقات اللي فاتوا يعني. بس ما علينا. انا خلاص فاضل لي يومين وهدخل الجامعة بقى وكده، فحاجة في منتهى الصعوبة. اوكي هدخل سنة تانية بقى وكده، فالحلقات مش هتوقف عادي، حلقات مكملة. لكن ارجعوا ان انا يجيلي مواضيع، او لو عندكم مواضيع ابعتولي يعني، مش هتخسروا حاجة يعني. ما علينا، ندخل في موضوع الحلقة. عارفين يا جماعة كل فقرة والتانية كده لما بنتعرف على ناس جديدة، أول حاجة بنعملها هي التعريف عن نفسنا. أهلا أنا يوسف وكده. بس هو ليه التعريف عن نفسنا حاجة مهمة؟ يعني لا بجد، تعالوا نعرف ايه فايدة ان انا اعرف الشخص الاخر دي هويتي. هو ايه الهوية اصلا؟ يعني تعالوا نرجع كده زمان قوي. تعالوا نفهم بس احنا كبني ادمين بنشوف البني ادمين التانيين ازاي يعني. حلو، انا جواكي قابلتك في الشارع، حلو، انا ولا اعرف لك حاجة ولا اي حاجة. في 3 طرق اوكي عشان اقدر اعرف انت مين. هي انت تعرفني بنفسك، يا تطلع لي بطاقتك مثلا اشوف ايه بياناتك الاساسيه مثلا حاجه زي كده، يا ادخل على السوشيال ميديا بتاعتك. سيمبلي، حاجه من ال3 حاجات دول كافيه جدا ان انا اعرف البيزك انفورميشن ان انا محتاج عشان اتعامل معاك كانذر هيومن بينج كده، عشان ما اعتبركش روبوت مثلا او مانيكان موجود في محل متعلق عليه لبس. حلو اوي. فبدون ان انا اعرف اسمك، اوكي بدون ان انا اعرف آه اسمه ايه ده، انت مواليد كام، بدون ان انا اعرف الحاجات الاساسيه دي، حلو، اللي موجود عادي في ورقه شهاده الميلاد اللي موجوده في كل هيئه حكوميه في البلد يعني. حلو، انا قلت حلو كتير صح حاول ابطلها. انا مش هقدر اتعامل معاك ان احنا اول حاجه بنتكلم بيها هي الاسم. لما بتيجي تنادي واحد صاحبك يا احمد، لما بتكلمي واحده صاحبتك ايوه يا منى عامله ايه، دي اكتر حاجة اوكي احنا بنستخدمها في حياتنا، لدرجة ان احنا لما قررنا نستأنس الحيوانات بقينا نقول عليهم اسماء. الكلب بتاعك اللي اسمه ريكس قاعد جوه، والقطة بتاعتك اللي اسمها مش عارف ستار مثلا حاجة زي كده. في انا مش كريتيف خالص النهاردة سامحيني بس الفكرة نفسها، اول ما الاسم ده بيجي على دماغك بتعرف مين هذا الشخص. يعني لو جيت قلت لك احمد،
احمد سامح مثلا، حاجه زي كده. انا مش عارف ليه الاسم ده عم بيرن في وداني دلوقتي، لكن مش عارف مين، مش جاي على دماغي حد يعني. ده واحد صاحب اخويا، معلش. انت هيجي في مخك مواصفات شكل معينه كده. طب لو قلتلك مثلا سارة محمد، برضه هيجي في دماغك مواصفات شكل معينة. فالاسم هو أهم حاجة موجودة في الحياة، يعني هو، تعال نقول إن هو الحاجة اللي بتعرفك كبني آدم، بما إن هو أصلا النيم تاج يعني، فاهم كده. نرجع لموضوعنا، إيه هي الهوية بقى؟ يعني إحنا عرفنا إن الاسم والمعلومات بتاعت الميلاد وكل الكلام ده تبع الهوية دي كلها على بعض كده، بتخلينا نبدأ نعرف معلومات سطحية عن هويتك انت كبني آدم. ما هي الهوية بقى؟ عشان ننجز، انا بقالي 4 دقايق بألغي في الهوا جواكي. الهوية هي مزيج من الخصائص الاجتماعية والثقافية اللي بيتقاسمها الأفراد، ويمكن على أساسها التمييز بين مجموعة وأخرى، كما تعرف على أنها مجموعة الانتماءات التي ينتمي إليها الفرد وتحرك سلوكه أو كيفية إدراكه لنفسه. ويجدر بالذكر أن الهوية تتأثر بعدة خصائص خارجة عن سيطرة الأفراد، كالطول، العرق، الطبقة الاجتماعية والاقتصادية، الآراء السياسية والمواقف الأخلاقية والمعتقدات الدينية. وتزيج معرفة الشخص لهويته من احترامه وفهمه لذاته يعني. ولا تعد هوية الفرد ثابتة، حيث تتغير وتتطور مع الزمن. فقد كانت الهوية في الأصل قضية فلسفية ومنطقية غرسها العالم، أكيد انتوا سمعتوا اسمه قبل كده، فرويد في علم النفس، وطورها العالم إريكسون، اللي بين إن الهوية مش فردية بس، لكن هي قضية اجتماعية وجماعية تشمل الاختلافات والشعور بالانتماء بين الأشخاص ومجموعات وما إلى ذلك. اوكي، نتكلم بقى الكلام العادي بتاعنا بدل الكلام المنمق المستفز ده، حلو. والتعريف كان طويل أوي المرة دي، يا لهوي. بس عشان هو فعلا هو حاجة مهمة. الهوية ببساطة هي مجموعة الصفات اللي بتكوننا كبني آدمين. اوكي، الصفات اللي بتميزنا، اللي هي تكونك من مواقف عشناها، ناس قابلناهم، كمان اختيارات اتخذناها. وكمان زودوا على ده يعني إن هويتنا بتتطور مع الزمن والأحداث اللي في حياتنا، حتى انتماءاتنا لعائلاتنا ومجموعاتنا، مثلا شلتك في المدرسة، صحابك في النادي، زمايلك في الجامعة، كل دول بيأثروا على هويتك كبني آدم. فهويتك، اوكي، من الآخر يعني، اوكي، هي ما يشكل شخصيتك وطباعك وكل، عارف الشخص اللي بيتعامل مع الناس كل يوم دول، اوكي، الشخص اللي هو في ناس بيقولوا عليه طيب وفي ناس بيقولوا عليه بكس في نفس الوقت، هي دي هويتك، انت هذا الشخص. لكن انت هذا الشخص اللي عدى بكل هذه الحاجات والظروف كتير قوي ومتغيرات كتير قوي خليته يصبح هذا الشخص يعني. فاهمين الفكرة؟ ندخل على الفقرة اللي بعديها. طبعا بعد ما قلنا التعريف ورغيت انا كتير قوي، وخصوصا ذكرنا حتة الهوية يعني، مفيش حاجة عنك في وجانكم كده. طب ثانية ثانية، تعالوا نقلبها انجليزي. حلو. الهوية بالانجليزي اللي هي identity. مفيش حاجة برضه، فكروا كده شوية. اه انا هنا هتكلم عن اكتر حاجة ممكن بتكون بتحصل لنا، اوكي، كبني ادمين، وهي الايدنتي كرايسيس. اسم رهيب كده، عارف كمشي كده. حلو، حتى بقرا السكريبت برضه ان انا بيجيني قوي ناس، عارفين الناس اللي هو انا عندي اوسيكي، انا عندي بيكي اسكي، انا عندي ايدنتي كرايسيس كده، عارف؟ حاجة كده تحسها مقرمشة في الأطراف كده، حاجة رهيبة يعني. بس لا، بجد identity crisis أو أزمة الهوية، أوكي، هي عبارة عن إن أنت مش عارف أنت مين، مش فاقد الذاكرة، مش ناسي، لكن أنت مش عارف أنا بعمل إيه في دنيتي، أنا مكاني إيه في العالم ده، يعني العالم ده كله بأنظمته بحياته بمحتاله بكل ده، أنا إيه وظيفتي في إيه، إيه اللي أنا بعمله عاجل في عيشتي من الآخر، عارفين؟ لا. واحد بيتعصب على نفسه كده على ربع ساعة كده الفجر وهو قاعد سهران بيقلب على تيك توك يعني، حاجة زي كده يعني. آه
مش عارف تعمل ايه في دنيتك من الاخر. النقطة هنا ان ازمة الهوية شبه بتحصل لنا كلنا بدون اي استثناء الا ما رحم ربي يعني. لكن هي حاجة شبه اكيد حصلت لك في مرة، ومش لازم ان انت تكون بشكل كامل اللي هو انا مش عارف انا مين. لا، ممكن حتى تشكك في حتة اللي هو اللي انا عملته ده كان صح، يعني الاختيار ان انا عملته ده كان حاجة صح يعني. والنقطة ان الايدنتي كرايسيس مش محتاجة اسمه ايه ده، مش محتاجة سبب عملاق يعني، مش محتاجة يعني ال requirements اوكي، او المتطلبات ان هي تجيلك مش حاجة صعبة اوي. يعني في 3 اسباب، تعالوا نقول نحصرها في 3 اسباب رئيسيين يعني. الفقدان اولا، اوكي، ورجعوا للحلقة بتاعت ليه مشيت وسبتني بارت 1 وبارت 2. رجعوا لهم، هم حلقات حلوة والله، اشتغلت عليهم، كان لسه عندي شغف. رجعوا لهم وهتفهموا حتة الفقد والفقدان والأخي ده كله. بس لو فقدت حد من إن أنت تعرفهم مثلا توفى لا سمح الله، أو الله يرحمهم يعني، ده كافي إن هو يخليك تشك أوكي في نفسك، إنك هتعرف هل هعرف أكمل من بعدهم ولا لأ. بالمناسبة أنا شفت كده بعيني، يعني بعيدا عن الدراسات وبعيدا عن المكتوب وبعيدا عن الكتب، أنا شفت كده بعيني. أنا شفت ناس فعلا بيسألوا نفسهم هو أنا هعرف أكمل من بعدك يا أمي مثلا لما أمهاتهم ماتوا، أو هل أنا هعرف أكمل الجنة دي من غير سندك يا أبويا وحاجات من كده. أنا مش معترض على ده بالمناسبة، يعني سيبوكوا إن أنا أسلوبي عادة في الكلام كيكيك شوية، أو بنتقد كل حاجة وحاجة يعني. بس انا بتكلم على نقطة ان هو فعلا ده بيحصل. مش عارفين ان هو في ناس بيعتقدوا حتى بره السكريبت برضه ان انا متنرفز. في ناس لما بنيجي نتكلم معاهم في الكلام ده، يا عم ده كلام امريكي احنا ملناش فيه، احنا مش بيحصل معانا كده. لا بيحصل. لا بيحصل، وانا شفت. خلاص، انا احيانا المفروض ان انت على الاقل يكون عندك اضعف الايمان ان اوكي حتى لو دي مش هتحصل، اوكي انك اكون عارف ان هي موجودة، عشان لو حصلت اكون عارف اتصرف ازاي ولا اروح لمين يعني. نرجع لموضوعنا. آه، او حتى مثلا لو سيبونا من الموت عامة وفقدان الاهل، الحتة دي توجع شوية. آه لو انت مشوك من شغلك او فقدت شغلك عامة يعني، جاك في جاج ان هو يخليك تشكك في قدراتك. يعني هو انا فعلا كويس؟ ما انا لو كويس في شغلي هم هيكونوا مشوني ليه يعني؟ حتى لو انت عارف السبب، الايدنتي كرايسيس ملهاش دعوه بان انت عارف السبب ولا لا. لا، انت بيجيلك تشكيك في قدراتك انت كبني ادم. هل الهويه، اوكي، هل الايدنتيتي اوف يوسف شريف ده بعد ما ما كملش في شغله، هل هو فعلا كان قد شغله ده؟ يعني هل هما ما مشوهوش عشان هو قدراته مش قد اللي هما كانوا مستنيينه؟ أسئلة كتير كتير كتير، وتقعد تكتب دماغ الواحد حاجة نيلة حاجة نيلة. لكن ما علينا. واحد من الأسباب برضه هو التغيير المفاجئ. يس يس، دي حقيقة. انت لما كان من مدرسة لمدرسة، من جامعة لجامعة، من منطقة لمنطقة حتى، ده كان مش بيكون مشكلة كبيرة، غير طبعا يا لهوي، دي حكة كومورك لوحدها. انتوا عارفين إن أنا كنت هعمل حلقة عن المدرسة حتة بره السكريبت. أنا كنت هعمل حلقة عن المدرسة لما كان، والكرومات اللي بتيجي منها وما إلى ذلك، لكن معرفتش أكتبها. يعني قعدت أقلب يمين شمال كده ملقيتش حاجة. لقيت إن أنا عارف بكتب بأسلوب كان اسمها إيه؟ قناة كده، قناة كده هقولكوا، قناة أطفال كانت موجودة زمان اسمها براعم حاجة، براعم الأطفال تقريبا، براعم الأطفال حاجة زي كده يعني، أو براعم السعادة، مش فاكر. هي براعم الحياة تقريبا يعني. فكرة إن أنا بكتب بنفس الأسلوب، اللي هو في ليلة مضمحلة أنت جاي تنام عشان تروح المدرسة بكرة، مش عارف ايه. ما عجبنيش، خصوصا إن أنا هتكلم كلام أسود أصلا بعديها، والتنمر والنيلة اللي بيحصل جوه، إن أنت لما كده من المدرسة كفت صحابك، وحاجة صعبة أوي. كان جايب شخصية كتير يعني، لكن ما علينا. فالتغيير ده أوكي بيولد جواك قلق. فكرة ان انت سبت البيئة الآمنة ان انت فيها، واللي هو بالمناسبة بتحصل لنا كلنا.
مش بالضرورة إن أنت تنقل مدرسة، لكن حتى إن أنت في وقت ما هتضطر إن أنت تنقل من بيت أهلك تعيش لوحدك، ده لوحده قلق عليك. فكرة إن أنا طب أنا هعمل إيه من غيرهم؟ أنا طول عمري عايش هنا، هعرف أعيش يعني لوحدي؟ الكلام ده كله اللي هو هل أنا هبقى كويس بعد ما سبت المساحة الآمنة، بعد ما سبت البابل اللي أنا كنت فيها دي، ولا هيكون في مشكلة، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده برضه حاجة من بتسبب أزمة هوية شوية يعني. فكرة ان انت مش واثق في قدرات نفسك، برضه مش واثق ان الشخص اللي هويته يوسف شريف ده هيعرف ان هو يعيش لوحده من غير باباه، من غير مامته، من غير صحابه اللي في المدرسة اللي قدام كده. حاجة أخيرة كمان وهي الصدمة. بام بام بام، اعتبروا جلسة جرامي في الخلفية، عشان انا لو هحط فيها هعمل insert صوت جرامي اللي هو الصوت بام 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 ده، اوكي، فانا هاخد، تعالوا نقول هزود تلت ساعة كمان من الشغل. فلا، انا شخص كسول، اوكي، وهنعتبر ان ده مؤثر صوتي، ونمشي الجانية نمشي الجانية. حد هيقولي طب ما الصدمة هي الفرد، ارجع للحلقة زي ما انا قلت لك، اوكي. لكن الاهم من كده ان هو انا بتكلم هنا بقى على الصدمة عامة، اللي هو زي التنمر مثلا اللي ممكن بيحصل لك في المدارس، زي العنف الأسري، أو حتى إن أنت عملت حادثة بعد الشر عليكم يعني كلكم. ده ممكن يعمل صدمة نفسية، يخليك تتسأل هو أنا إيه سبب وجودي أصلا. يعني في دايما الحاجة اللي بتحصل للشخص بعد ما ينجو من حادثة، يعني فكرة إن هو ربنا ذكرني إن الحمد لله عايش، لكن بيكون في حتة جوه كده اللي هو عجاك في دماغنا اللي بيعمل حادثة بيموت يعني، فأنا ليه عايش؟ كان إيه سبب إن أنا لسه عايش يعني كده. طبعا بنحمد ربنا، وكل واحد إحنا كلنا عارفين إن كلنا ليه أجرنا، أنا مش بتكلم في هذا، أنا بتكلم في نقطة إن أنا عشت. ليه عشت؟ يعني فاهم إن هو أجر إيه؟ أنا دلوقتي عايش، أنا المفروض أعمل إيه في حياتي؟ الكلام ده كله كده تساعد سبب وجودك، أو يمكن أنا ماليش لازمة زي ما بيقولوا لي كده. لو حاجة بتنمى عليك بيقولك يا عم ده ملوش لازمة، ترجع تسأل فعلا هو أنا ليا لازمة في الدنيا دي؟ يعني أنا أصلا بعمل حاجة عاجلة في حياتي؟ أنا أصلا مهم أصلا وكده يعني؟ حاجة صعبة أوي. ندخل على الفقرة اللي بعديها. طب خليني أشرح لكم حاجة كده في السريع. مفهوم الهيلو إفكت. هيلو هيكبر ده برضه إفكت إيكو، لأنها مش إجازة أو تأثير هالة. ببساطة هو إنك بتستنتج إن لو شخص عنده صفة حميدة، حميد الشعري معلش. معلش اصل انا بص انا كنت عايز اكتبها في السكريبت، بعدين لقيتها مش هتمشي، قلت لو انا بسجل جات على مخي هقولها تمام. لو عندك صفة حميدة، اوكي، آه فبتعتبر ان كله عنده صفة. مثلا لو في مغني حلو، تعالوا نقول مثلا مغني على وزن عامر حبي، اوكي، عشان مش عايزك حبس، فمش عشان هو غناه حلو وشكله وسيم يبقى هو مثلا طيب مع أصحابه، أو رحيم بعيلته، أو مثلا مجد في شغله. فاهمين فكرة؟ ما فيه ممكن تعالوا نفصل كده ما بين الصفات الظاهرة لينا والصفات المخفية. مش دايما الشخص اللي انت هتتبسط بشوفته على الشاشة مثلا حلو، سواء مثلا كان مغني، ممثل، ستاند اب كوميديان، ايا كان. واحد بيعمل تيشيرتات بان هو يحجف، عارفين علب البوية المخرومة دي تقعد رايحة جاية كده؟ انتوا عارفين اكيد انا قصدي على ايه، صح؟ فيديوهات فيسبوك دي اللي بتصورها كنت اكل فجأة، انا عارفها. فمهما الشخص ده بالنسبة لك هو شخص مثير للاعجاب، امبرسيف، اوكي، فجاش معناه ان هو حلو في كله. ابسط مثال الولد، اوكي، اللي هو كان شكله حلو ورياضي في المدرسة، حلو، دايما حلو. هكفكك، انا قلت حلو كيبورد، هكفككه ان هو كامل اسمها ايه، كامل من، لا، ثانية هروح، والله هروح اجيبها واجي. كامل من مجاميعه.
رغم ان هو ممكن يكون مثلا متنمر كبير، ما هو رياضي ومشهور ووسيم، فممكن يكون عنده بقى ايا كان اي كرومة مثلا من اهله أو حاجة زي كده، فبيمسك العيال يطلع عين اللي جابوهم في المدرسة جرب وتنمر، وياخد إكاوة وحاجة كيف. لكن بالنسبة لكم لأ، ده أكيد مش بيطلع من بقه العيبة، هي مش بتطلع من بقه، بتطلع من مناخيره، كان ما علينا يعني. وبرضه أنا مش بتكلم عن ثقة كاملة، يعني ممكن يكون في حاجة كده، احنا مش اختلفناش يعني، احنا 8 مليار بني آدم على الكوكب، يعني أكيد في حاجة كده يعني. بس الفكرة إن هو ده مش العموم، ده مش اسمه ايه ده، مش الافريج يعني موجود. هتلاقي ناس حلوين في كله، هتلاقي ناس وحشين في كله، هتلاقي ناس في منجا عليجا، فكله هيمشي يعني حلو. آم... لكن هقول لكم على حاجة، لو شفنا شخص عنده صفة منفرة مثلا زي القبح، لو انت شفت شخص قبيح ماسك سكين في مسرح جريمة، ده هيكون وانا اوعدك بده اسهل في تصديقه عن لو كان شخص وسيم. ورجعوا لحلقة ليه بنحب المقتلين، عشان تفهموا النقطة دي بالذات يعني. تقريبا كان على قرب آخر حلقة حاجة زي كده يعني، ساعة ما اتكلمت على حب الوسيمين يعني. بس الفكرة نفسها بالنسبة لنا أوكي، الصفات بتيجي باكج، يعني هو وسيم يبقى هو كمان طيب وشجاع وكل الكلام ده. طب هو قبيح مثلا، يبقى هو كذاب ومنافق وبياكل مال اليتيم، ويعني اللي هو بيعمل كل حاجة سيئة في الحياة، بيسيب البانيه وياكل بزلة، بيعمل كل حاجة ممكن تتخيلوها سيئة في العيشة يعني. طيب ببساطة، أحيانا لما بيكون عندنا موهبة معينة أو ميزة فريدة بنحس بالتبعية إننا أحسن في كله، ده بيدينا ثقة رهيبة، وده مش وحش بالكامل، إحنا كبني آدمين أصلا بنخفض من ثقة نفسنا معظم الوقت. ففكرة إنك يجيلك ثقة يكون واثق كده وماشي في الأرض سنة طولك، فدي حاجة كويسة. بس المشكلة إن لما بنلاقي مهاراتنا أقل من توقعاتنا أوكي، ومش في المهارة الفريدة بتاعتنا لأ، مثلا أنا برسم حلو for example يعني، فبما إني برسم حلو فأنا شايف برضو إن أنا بلون مثلا حلو، وإن أنا بعمل شيدنج أو بدرج في ما بين الظلال اسمه إيه ده، الضوء والظلال يعني في الرسم حلو، رغم إن ده مش صحيح، أنا الشيدنج بتاعي وحش. لكن واحد صاحبي مثلا يكون بيرسم وحش لكن هو الشيدنج بتاعه حلو، هي فكرة. فلما اجي انا اعمل شيجنج والاقي ان الشيجنج بتاعي وحش، اتفاجئ كده وانا ما كنتش عامل ده في حسابي يعني، انا طول الوقت برسم مش بعمل شيجنج تقريبا خالص. ده بيخليني احس في الاخر اللي هو لا انا فاشل، لا ايه ده، او ما طلعتش موهوب زي ما انا كنت فاكر. لا انت موهوب في الحاجة ان انت كنت عارف ان انت موهوب فيها، الباقي ده انت ما اشتغلتش عليه او ما عندكش موهبة فيه، الكلام ده كله يعني. هي دي الفكرة كلها، ليس اكثر ليس اقل. وتلاقي بعديها اوكي ان انت جالك صدمة من بتاعك ازمة الهوية وكده في اسوأ الاحوال يعني. بس برضه لو فكرنا من الناحية السلبية هتلاقي جلد الذات بقى. وتخيلوا ان جلد الذات يصنف، او انا ممكن اصنفه لكم يعني تحت الهيلو افكت، اللي هو انا غلطت في حاجة حلو يبقى انا كلي وحش سيمبلي، بسيطة جدا يعني اوكي. ومش محتاج تفكير كتير، انا جواكي جيت اعمل لهم الرز في البيت حلو، الرز كان معجن، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا سك مش بعرف اطبخ، وان انا وحش، وان انا سكين الحاجة، وان انا هروح اقول لجوز جواك شنوني. خلاص مفهومة، مش محتاجة، خلاص انا عملت رز معجن خلاص بس فلا مش كده، هي دي الفكرة. احنا فكرة ان انا عملت حاجة وحشة فانا كلي وحش، ده هيكون ان احنا بنعمل اختزال. ورجعوا لحلقة بروميسيوس الجلب أشهر النار وما إلى ذلك يعني، عشان تبقوا تفهموا حكة الاختزال دي. فخلي بالكم إن مش دايما كل الناس أبيض وأسود، وشوكة لأحمد حسن وبدر نور، بس في مننا كتير قوي رمادي. طيب ازاي ممكن نعرف نفسنا في النهاية؟ يعني ازاي ممكن تعرف نفسك ليا؟ تحب أنا أبدأ؟ مفيش مشكلة، بس تعالوا نتفق على شروط، والشروط دي أوكي مستوحاة يعني، أو
ألهمت بيها أوكي من الفيديو اللي بعتهولي صديقي بولا حسني، عشان كده خد الشوكة الحلقة دي. الفيديو واحد اسمه منعم أوكي على فيسبوك. حلو. الفيديو بتاعه ألهمني جدا أوكي، وأنا كنت شفته أكتر من 5 6 7 مرات، وهكلف كومنتات كتير أوي من حلاوة إن أنا شوفته. فهقول لكم مشروط. أولا، مش هنقول إحنا من بلد إيه، ولا ننتمي لمين، ولا بندرس إيه، ولا في جامعة إيه، ولا بنشتغل إيه، ولا هواياتنا إيه. حلو كده. مش هنقول إحنا مين صحابنا، ولا ماسكين موبايلات إيه، بنحب الساحل الطيب ولا الشرير، ولا بنحب ناكل إيه. كل الحاجات السطحية دي حاولوا إن انتوا تركنوها على جنب مؤقتا، حطوها في شنطة وارموا الشنطة من الشباك. ال5 دقايق جايين. أنا عايز أتكلم معاكم محادثة عميقة. حلو. مفيش مكان فيها للسطحية، مفيش مكان فيها إن احنا نكون كده، نكون مش حقيقي. عارف إن ده صعب، وعارف إن هي حاجة مش معتادة أوكي، بس تعالوا نبدأ. أوكي، أنا هبدأ وانتوا ردوا بعدها على اللي أنا قلته برد واحد بس، وهو تعريف أنفسكم. حلو. وقفوا الحلقة بعد ما نخلص، هقولكوا لما أخلص يعني. رغم إن ده ممكن يوقعلي ريتش، بس مش مشكلة، مش هخسر حاجة يعني. المهم انتوا في الآخر وعرفوا لنفسكم، أظهروا لي هويتكم الحقيقية ولو لمرة. هبدأ تعريف بنفسي، وزي ما قلتلكوا وقفوا، روحوا وقفوا الجمعية، اتكلموا مع نفسكوا بصوت وجه حتى، واكشفوا عن انتوا مين فعلا، مين انتوا الحقيقيين. اوكي، بعد تعريف الناس. والحتة دي مش مكتوبة في السكريبت، فأرجو ان انا اكون حقيقي بأكبر شكل ممكن. اوكي، انا متوكل شوية الصراحة، الحمد لله اني مش كاتب حاجة يعني. انا كان ممكن اجي اكتب وهيكون كله تمام يعني، مفيش حد هيلاحظ، بس لا، انا قررت ان انا لازم اقول لك. هو اهلا بيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا يوسف شريف. انا شخص رغاي زنان، مش بيبطل كلام فعلا. شخص عفوي اوي في الكلام، لدرجة إن بياخد اريحيته مع الناس بدون سابق انذار يعني. لو ممكن من بعد اول، والله من بعد اول جملة، من بعد ازيك عامل ايه، ابقى احكي لك. مفيش مشكلة، مش هيحصل حاجة. هحصل ايه يعني؟ شخص جديد عرفته وهحكي لك، هيجي الحكاية. انا شخص بقلق شويه من التعامل مع الناس، مش لاي سبب. ممكن بخاف على شكلي، ممكن بقلق ان انا ما اكونش الشخص اللي هم مستنيينه في حياتهم. بيقولوا عليا ان انا شخص جيب. انا مش مؤمن بده جوايا شويه، لكن مؤمن برضو ان انا مش اطيب حاجه موجود. اكيد في حاجه اطيب مني، صح؟ انا شخص بخاف شويه من الكلام، بخاف كتير. لكن انتوا لو خرجتوا معايا في مرة انتوا عارفين ان انا مش بتكلم. انا ممكن اكون مش بتكلم خالص نهائي. ممكن لو محدش وجه لي كلام او محدش بصلي، انا مش هتكلم اصلا، الا لو انا حبيت اشارك حاجة يعني، بس ده في القليل القليل. انا بستمع، بحب اسمع. ممكن جايبا حاجة كريبي او ان انا مثلا ستوكر مثلا، او حاجة زي كده، او ان انا جاسوس او مرشد بحاول ان انا اوديكوا ان انا احبسكوا مثلا. لكن لا، ده مش الحقيقي. الحقيقي ان انا فعلا مش بعرف ان انا اجري حوار بناء، ورغم كده بحاول قدر استطاعتي يعني. انا شخص خيالي شويه، وغير ان انا حساس كمان. وانا ممكن حساسيتي تكون زيادة قوي. ايه معنى ان انا ممكن من اقل كلمه حلوه هتبسط بيك، وهحس ان هو فعلا الشخص ده كويس، وانا فرحان ان انا عرفت. اكبر جمله انا بستخدمها بالمناسبه يعني، لما حد بيقول لي حاجه حلوه هتعيطني ليه بس. وفعلا دي اكتر جمله كسفتني انا كيوسف. انا مش بالضروره ان انت لما تقول لي ان انا شخص طيب ان انا هعيط. انا اكيد سمعتها 1000 مرة، صح؟ بس كونك قلتها لي ده بالنسبه لي حاجه كبيره، فشكرا ليك. وانا شخص بكره، انا شخص بكره جدا، لكن
بحاول قدر المستطاع ان انا ابطل ان انا اكره الناس، لان مفيش حاجه تستاهل قوي من تجربتي انا الشخصيه. وحتى من اكبر اهانه ممكن توجهها ليا، يعني انا مش هتضايق أوي. ما اظنش ده هيفرق معايا، ما اظنش هتكون حاجه كبيره، لان ده رايك في الاخر. انا مش هجبرك ان انت تحبني، انت هتحبني لوحدك. ليه؟ لان انا شخص اتحب. هي دي الفكره. ده مش غرور. انا شخص مغرور، حلو شويه، لكن لست اكبر المغرورين في الارض يعني. انا بس قادر ان انا اشوف فعلا ان انا شخص اتحب، وشايف ان انا فعلا استاهل ده، حتى لو ممكن ناس ما يتفقوش معايا، حتى لو في ناس هيكونوا شايفين ان هو انت ما تستاهلش كل ده. بس تعالوا نقول ان انا انسان حلو، عجب شوية صدف ان هو يكون عارف حاجات كتيرة في حياته. هيجي شيء، انا ربنا اداني النعمة بتاعت ان انا عديت بمواقف وحشة في حياتي، ف قدرت ان انا اكون عون للناس لما يحتاجوني. هيجي الفكرة كلها. انا لا، ولا انا كويس، ولا انا شخص مثلا اللي هو نبي، اوكي، ولا اي حاجة من كده. انا شخص عادي جدا، ممكن الوحش فيا يكون اكتر من حلو، بس انا بعمل اللي اقدر عليه لو حد عايز مني حاجة. يجي الفكرة كلها. وهو جاء انا بالمناسبة، انا عمري ما جبت عليكم مثلا من اول ما بدأت هذا البودكاست، اوكي، ولا مثلت لكم ان انا شخصية مختلفة، بس لا، ده انا. فكل واحد من كل واحدة من الحلقات 20 اللي انا عملتها انكلودنج دي، يعني حلو، انا اتكلمت فعلا كنفسي، اتكلمت كيوسف، اتكلمت كالشخص الرايق اللي عنده معلومات كتيرة قوي لكن مش عارف يوجهها فين، اللي بيحب القراية، بيحب ان هو يفضل يقرا طول الوقت، وبيجمع معرفة ويكمبايل معرفة من اللي هو بيسمع طول الوقت. هي دي الفكرة كلها. انا عارف تجربة من هنا، على حاجة حصلت من هنا، على موقف من هنا، على رأي من هنا، جاي يكفيني جدا ان انا اقول لك نصيحتي كذا. هي دي الفكرة كلها. انا زي ما قلت شخص عفوي ورغاي وحساس جدا وخيالي. ممكن تلاقيني سارح في عالم تاني، ممكن تلاقيني في يوم اوكي صاحي بعمل لك مونولوج للشيطان عادي جدا. صحيت عملتها بالمناسبة قبل كده. ممكن اليوم اللي بعديه تصحى اوكي تلاقيني كاتب قصيدة مليانة حزن وألم، وكاني يوم أكون بضحك لك بأعلى صوت. ده أنا يوسف شريف. حلو. هو أنا أكتر شخص أنا ممكن أكون بحب في الحياة. أنا أكتر شخص أنا ممكن أكون شايفه ذكي، وأكتر شخص ممكن أكون شايفه فنان وخيالي وحساس وطيب في الوجود ده كله. ليس لشيء إلا إن أنا بحب نفسي، دي حاجة كويسة. وأنا ما وصلتش بقيت أنا لوحدي بالمناسبة، يعني مفيش حد فينا وصل بقى هنا لوحده. إحنا كلنا عبارة عن تجارب الناس. كان هي دي الفكرة كلها يعني. تلات أرباع الحاجات اللي أنا بقولها، هاي أصحاب، أوكي، من حد من صحابي يشتري مني. مساء النور والسرور، من حد برضه من صحابي من سوريا. واحد اتنين تلاتة، والحكاية والرواية اسم هذا البودكاست، وإن أنا ببدأ وبنهي بيه هذا البودكاست. حلو. دي أصلا جملة من شخصي العزيز. واحدة من أكتر أصدقائي القريبين ليا يعني في الوقت الحالي. فأنا فعلا لست شخص ظهر لوحده كده أو كبر لوحده. أنا عبارة عن تجارب كتير أوي. كل شخص أنت سواء قابلتني في يوم اتكلمنا شوية، حتى لو ضحكنا مرة مع بعض، انت ليك اثر. ما تفتكرش ان مفيش حد اوكي قابلني مسابش اثر، لا، احنا كلنا سيبنا اثر. وانا اتمنى ان انا الاثر اللي اكون سيبته في حياة الناس اثر حلو ومش وحش، ليس لشيء الا اني فعلا اتمنى ده. وده السبب ان انا عملت البودكاست. انا كنت عايز ارغي من ناحية، ومن ناحية تانية انا كنت عايز ان انا اقدر افيد الناس بشكل او باخر. انا مش بعرف اقدم محتوى بصري، مش بحب شكلي أوي، أو تعالوا نقول ما كنتش بحب شكلي. أنا كده كده أمور زي الفل يعني فيا إيه.
كده. واي نوع محتوى كان، سواء كتابة سواء مش عارفة ايه، انا مش هرتاح فيه ان انا زي ما قلت لكم واحد رغاي عفوي جدا. لو في حاجة جات على دماغي بحب اقولها. وجا الحلقة دي اكبر مثال، يعني مش محتاج اقول لكم. الحلقة دي تقريبا هي اكتر حلقة انا كنت فاقد الامل فيها. كنت حاسس ان هو انا مش عايز اعملها، بقالي اصلا اسبوع حاجة زي كده بكتب في السكريبت، ومكسل قوي ان انا أكتب، ومش عايز ان انا اسجل، وزهقان جدا. بس في النهاية طلعت بشكل لم اكن اتوقعه. شكرا ليكم لاستماع التعريفي. اوكي، وللمرة الأخيرة أهلا بيكم. أنا يوسف شريف، ده كان تعريفي. سامحوني إن أنا طولت عليكم، بس ده كان تعريفي بنفسي بشكل أو بآخر. يعني أنا مش مدرك حتى الآن إن أنا اعترفت بكل ده على الهوا، يعني يبقى نقول وأنا مش بمنتج حاجة، فزي ما أنا سجلته زي ما هو هيطلع. أتمنى إن انتوا قبل ما تسمعوا هذا الجزء تكونوا وقفتوا. أوكي، لو ما وقفتوش وقف هنا عادي. أوكي، مش مشكلة، هستناك. حلو، رجعت. أهلا وسهلا بيك. أرجو إن هويتك الحقيقية تكون عجبتك، أو إن أنت تكون اتبسطت وأنت بتفسح عنها، حتى وأنت قدام نفسك على الأقل. الحلقة دي زي ما أنا قلت ما كنتش متوقع منها كتير خالص، بس طلعت حلو أوي. أنا كنت عايز أعمل حاجة حلوة عشان الحلقة 20 برضه، وبمناسبة إن أنا وصلت كسرت حاجز 200 لسن كمان، فدي حاجة هوري كده. احتفال بقى وكده، فوق احتفال MP3. بحب نفسي جدا، ما علينا. بس فأرجو إن الحلقة تكون فاجأتكم. أنا عارف إن أولها ممل ونصها عشوائي وآخرها عاطفي، بس يعني ده البودكاست بتاعي. أرجو إن عجبكم. وطبعا مش هنسى أهم حتة، إن يا رب يعني يثبتني وأفضل أقولها لكم طول عمري، حكاية الدعوي. ربنا يسعد أيامكم دايما، ويخفف ألمكم وأحزانكم كل مستقر، ويجعلكم في طمأنينة دايما، تناموا من غير جهد، تصحوا من غير تعب. يقرب منكم الناس الجدعان الطيبين، ويضحكوا الظراف اللي انتوا تستاهلوهم فعلا في حياتكم، ويبعد عنكم كل شر وكل أذية وكل شخص سيء يمكن يكون موجود في الحياة. والحكة اللي جاية من الدعوة دي ممكن انتوا سمعتوها كتير، لكن ركزوا فيها. ربنا يجعلكم على شخصكم وشخصياتكم اللي انتوا اتولدتوا بيها، واللي انتوا المفروض تحبوا نفسكم عشانها، ولا مفيش حد غير موجود في الدنيا كلها شبهكم فيها، ويحبب خلق الله فيكم. ملاحظين حاجة؟ أنا من أول ما رجعت وأنا برجع لكم إنكم تحافظوا على هويتكم، وإنكم تفضلوا من غير ما تلبسوا ماسك، من غير ما تفتكروا إن انتوا شخص جاي. شفتوا جمال. مفيش زيي، والله مفيش زيي. وربنا يجعلكم دايما مرزوقين متباركين فرحانين، ويخفف ألمكم، يخليني ليكم أكيد يعني، ويخليكم لعائلاتكم، ويخلي عائلاتكم ليكم. آمين يا رب، ويرحم موتاكم كلهم. دي كانت نهاية حلقتنا. عارف إن هي كانت طويلة شوية، كانت عاطفية، كانت لذيذة، كانت عشوائية، كانت مضحكة، كانت محزنة كده، بس دي حلقتنا. وصلنا الحلقة 20 وباللوجو الجديد وحاجات بقى اللي هو رهيبة. اللوجو ده قاعد شوية حلوين بالمناسبة، بعد ما يجيلي فكرة تانية طبعا يعني. شوية achievements اوكي في البودكاست يعني. اولا احنا كسرنا حاجز 200 لسن، شكرا ليكم. من غيركم في الاغلب ما كنتش هوصل لهذه النقطة، رغم ان انا مش عارفكم واحد واحد يعني بالاسم، بس عارف ناس منكم، وهم من ناس من اعز الناس على قلبي يعني. فشكرا ليكم ان انتوا وصلتوا هنا. آه غير كده، حلو ان احنا وصلنا للحلقة 20. يعني شاوت اوت للكونسيستنسي بقى، والكوميتمنت الرهيب اللي وصلني لنا. حاجة ما كنتش أتوقع إن أنا أوصل لها من واحد أصلا ما كانش ناوي يبدأ بودكاست في البداية يعني، لكن إحنا زي كان لك حاجة اللوجو الجديد بتاعنا، واللي هو رهيب رهيب. ممكن في ناس يشوف إن هو مش بحلاوة اللوجو الأول خالص، بس لأ هو عجبهم يعني. بعد ما
ماسكه في دماغي كده، لا عجبني. بالمناسبة حتة ابرو ذا سكريبت، انتوا عارفين ان انا اللوجو حلو، اللوجو اللي انا بستخدمه للبودكاست هو اللي بيكمل بيه التمبلت بتاع الحلقات برضه. فاللوجو كان مرمي يمين شوية، ما كانش سيمتري في النص كده، فدي مصيبة بالنسبة لواحد زيي. فانا لما اكتشفت ده عجلت عليه وعجلت على التمبلت وعجلت على لوجوهات الحلقات كلها اللي هتكون نازلة باللوجو ده، which is ما كانوش كتير. إن الموضوع كان متعب شوية، لأن أنا اكتشفت ده الساعة 3 الفجر وأنا جاي هنام، قفلت الموبايل الساعة 5، فالحكاية كانت صعبة جدا يعني، بس كله بقى كمان لك كلاب. دي كانت حلقتنا، أتمنى لكم كل خير وأتمنى لكم يوم سعيد طبعا يعني. ويا بشوات ويا هوانم، 1 2 3، ودي كانت الحكاية ودي رواية، وبس كده، سلام.